مساء الفل على حبايب قلبي. ان شاء الله النهارده هنعمل بقى كيكه الرواني على اصولها في منتهى الجمال، وهنسهل على بعض كل حاجه النهارده. شايفين جميله ازاي ومش مكلفه ومقاديرها في كل بيت. انا النهارده هسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. مستخدمه طبعا عدد 4 من البيض، ونص كوبايه من السكر، وطبعا رشه من الفانيليا. هخفقهم كده لحد ما يديني قوام كده عالي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل بقى بكوبايه من الزبادي، نفس المعياريه اللي انا عامله بيها الدقيق، وكوبايه الا ربع من الزيت. تمام قوي كده اهوت. هنزل بقى على طبعا بكوبايه من دقيق البسبوسه اللي هو السمولينا، وكوبايه من الدقيق العادي. تمام قوي كده اهوت زي ما انتوا شايفين. وهنزل بقى بنص كوبايه من جوز الهند، وطبعا رشه من الملح، وباكو شيف كيك. وهقلب كده اهوت. وهنزل بقى بالخليط اللي انا عاملاه كده اهوت، وعلى اتجاه واحد. هنزل حبه بحبه من الدقيق. شايفين القوام بتاعها جميل ازاي. انا مستخدمه قالب اهوت 24، طبعا مبطناه بحته الزبده وبالدقيق زي ما انتوا شايفين. اديها خبطتين كده اهوت وادخلها بقى الفرن. جميله جدا. ادي السراب عاملاه كوبايتين من السكر، وكوبايتين من الميه، وعصره نص ليمونه، ورشه من الفانيليا. شايفين شربتها ازاي؟ يعني دي بداية ان هي ناجحه في منتهى الجمال. تعالوا بقى نقطعها كده اهو. طبعا التقطيع دي حسب ما انتوا عايزين. هنزل بقى عندي جوز الهند كده ازوقها. التزويق طبعا ده في ايديكم. وعندي كريس كده سهل وبسيط برضه نحط كده اهوت. طبعا العين بتاكل قبل البق. تعالوا بقى نطلع حته من الجمال ده ونشوف اللي عملناه دوت على جماله. الله على الجمال، تحفه. شايفين ازاي؟ وجميله جدا. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا، وما تنساش بقى في الشير وسبسكرايب عشان ينزلكوا كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.